يا معلم اديني متيت على متيت. يعني ايه متيت على متيت؟ لوح الجبس متر و20 في 3 متر، ده لوح الجبس الكناوي في الاصل. بنعمل لاير، بنعمل طبقات. لو حضراتكم واخدين بالكم في حاجه اسمها في الجبسون بورد اسمها متيت. المتيت ده يعني المصنع هو بيصنع لوح الجبس بيدي فيه حته عمق لجوه، علشان ما بين الفاصل والفاصل راح واخد الشاش وبعد كده راح واخد المعجون بتاعه، فالقيمه ال 2 مللي دول المصنع في لوح الجبس بيضغطهم لجوه لبره، فتلاقي لوح الجبس مقوس عامل كده. دي اسمها متيت. فانا لما باجي اقول للراجل المعلم اللي شغال في الجبسون بورد يا معلم اديني متيت على متيت. يعني ايه متيت على متيت؟ نهايه لوح الجبس، لوح الجبس متر و20 في 3 متر، ده لوح الجبس الكناوي في الاصلي. تمام؟ مش الجي بورد والحاجات التانيه المضروبه، لا. ال20 في الثلاثه، المتر و20 في ال3 متر بيبقى في حاجه اسمها متيت. لوح الجبس كله حته واحده عدل، ما عدا النهايات بتاعته بتبقى رافعه قيمه 2 من 2 ل 3 مللي. القيمه اللي رافعها دي ليه؟ عشان لما اروح شادد الشبك الفايبر بتاعي اللي هو الفايبر، وبعد كده اروح شادد سكينه معجون اولى وثانيه، وبعد كده السيلر الحراري للجبسون بورد، بنعمل لاير، بنعمل طبقات. فالطبقات دي بعد كده ما تبقاش مفقعه وعامله زي موجه كده،